لنكمل مع الأثر الثاني للصحابي ابن عباس رضي الله عنهما، الذي أقر فيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن ابن عباس أنكر في غيبة علي رضي الله عنه، وهذا في شرحه لكتاب بلوغ المرام. إنكار ابن عباس رضي الله عنهما على علي رضي الله عنه في غيبته. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. سياق هذا الحديث في قصة وردت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أنه رفع إليه قوم من الزنادقة. وقد جاء في روايات أخرى في هذه القضية أن علي بن أبي طالب جاءه أناس من الشيعة يتشيعون له، وقالوا له: أنت الله حقا، نسأل الله العافية، أنت الله حقا، أنت الذي خلقتنا وأنت الذي رزقتنا. فنهاهم فأصروا إلا كذلك، فأمر بالأخدود فخدت نحو الحفر، وأمر بأن يجعل فيها الحطب ثم توقد فيه النار، ثم جاء بهم وألقاهم فيها، ألقاهم في النار. فبلغ ذلك عبد الله بن عباس فأنكر ذلك وقال: لو لم يعذبهم بالنار وقتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب بالنار، وقال: من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ ذلك علي بن أبي طالب، أي بلغه قول ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات. ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات. من ابن أم الفضل؟ عبد الله بن عباس، لكن الفضل أكبر منه. والهنات ما يعاب على المرء، على الهنات يعني على العيب والخطأ. وهذا إقرار من علي رضي الله عنه بأن الصواب مع عبد الله بن عباس. وهذا الأثر لابن عباس رضي الله عنهما في إنكاره على علي رضي الله عنه رفضوه الصعافقة ومرجئة السلاطين رفضا تاما، بل واتهموا كل من يقول بذلك أنه خارجي جاهل سفيه ليس من أهل السنة والعياذ بالله. فليكم كلام الصعافقة والمرجئة في ردهم على كل من يقول أن ابن عباس أنكر على علي رضي الله على الجميع. فخطأ أهل البدع والأهواء في الاستدلال بالحديث من وجهين: الأول أن يحتجوا بأحاديث موضوعة هالكة لا تقوم بها الحجة ولا تنتهض في ميزان النقد العلمي، وهذا خطأ في الدليل. أولا، اتهامك لكبار العلماء أنهم من أهل البدع وأنهم يستدلون بأحاديث موضوعة أو هالكة في إثبات الإنكار العلني على السلاطين لهو طعن صريح في أئمة أهل السنة كالإمام أحمد وسفيان الثوري والطبري وغيرهم. وكان عليك أن تبين لنا هذه الأحاديث الموضوعة التي استدل بها كبار العلماء في جواز الإنكار العلني. الوجه الثاني التلاعب بالأدلة الصحيحة، سواء بالزيادة فيها أو الإنقاص منها وبترها أو تحميلها من المعاني ما لا تحتمله ولا تدل على المطلوب، وهذا خطأ في المدلول. ثانيا، وباختصار هذا الكلام مردود عليك فيما سيأتي من باقي كلامك الباطل والطاعن في أهل السنة. مثال ذلك استدلال بعض أصحاب الفكر الخارجي القائم على معصية ولاة أمور المسلمين ومشاقتهم، ويسمون هذا سنة التدافع. استدل هؤلاء على بدعتهم في الإنكار العلني على الحاكم في غيبته، والذي يؤول إلى تثوير المسلمين على حكامهم وتأليبهم عليهم. استدلوا على هذا بما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنه قال: أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس
فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ثالثا، قولك عن كبار العلماء السنة أنهم خوارج ومن عصاة ولاة الأمور دليل على خبثك ونفاقك فيما تدعو وتظهر للناس به. وهذا الاستدلال من هؤلاء خطأ من وجوه. الوجه الأول، وهو أصل من الأصول، أنه لم يسبق إليه أحد من العلماء، لم يسبق إلى هذا الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة أحد من العلماء من شراح هذا الحديث وغيرهم، أو من شراح الحديث ولا غيرهم. وهذا أصل عظيم ينبغي أن يعض عليه بالنواجذ ويثنى عليه بالخناصر. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة لابنه الإمام عبد الله بن أحمد، قال له: إياك أن تقول قولا ليس لك فيه إمام. فما دام لم يسبق أحد إلى الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة، فهذا يكفي خطأ، أو يكفي على أن هؤلاء مخطئون في هذا الاستدلال. رابعا، مطالبتك بسلف استدل بفعل ابن عباس رضي الله عنهما على الإنكار العلني في غيبة السلطان، وهذا والله أكبر دليل على أنك صعفوك جاهل لا حظ لك في العلم. فعليك أن تتعلم أصول الفقه عند أهل السنة، وتعلم هل قول وفعل الصحابي حجة أو ليس حجة. وإليك كلام الشيخ الفوزان في هذا. يظهر أن السائل ما درس في أصول الفقه. أصول الفقه يقولون قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه صحابي مثله، إذا خالفه صحابي مثله ليس بحجة. أما إذا قال قولا ولم يخالفه أحد من الصحابة فهو حجة، لأن هذا كالإجماع منهم. نعم. وأزيدك أن الشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين كلهم استدلوا بفعل الصحابة، مثل سعيد الخدري رضي الله عنه في إنكاره على مروان. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله استدل بتلك الآثار على الإنكار العلني على السلطان في حضرته، لأنها كانت واقعة والسلطان أو الأمير موجود، وقال أنه لا توجد آثار من الصحابة أنكروا فيها على السلطان في غيبته. ومن أجل هذا نحن نبين أن الشيخ أخطأ، وأنه هو بعظمة لسانه قال 3 مرات ل3 آثار عن الصحابة أنهم أنكروا في غيبته، والشيخ بشر ينسى ويخطئ ويصيب. الأمر الثاني أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر هذا الكلام بصفته حاكما وقاضيا، حيث كان واليا لعلي رضي الله عنه على البصرة. وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد 12 صفحة 68 و200: قوله فبلغ ذلك ابن عباس لم أخف على اسم من بلغه، وابن عباس كان حينئذ أميرا على البصرة من قبل علي. انتبهوا إلى هذا الكلام: وابن عباس كان حينئذ أميرا على البصرة من قبل علي، وهنا موطن الشاهد. ويؤيد هذا ما جاء في رواية الطيالسي، في رواية أبي داود الطيالسي في مسنده لهذا الحديث، حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أتيت بهم لقتلتهم. لو أتيت بهم يعني لو جاءوني بهم لأحكم عليهم لقتلتهم، لحكمت بقتلهم. قال: لو أتيت بهم لقتلتهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فذكر إذن الحكم الذي كان سيحكم به لو أنه جيء بهم إليه رضي الله عنه وأرضاه. ذكر هذا الحكم الصحيح مع دليله الصريح. وعلى هذا فقياس كلام سائر الرعية على كلام نائب الحاكم العام الذي هو في الحقيقة من ولاة الأمور قياس مع الفارق. خامسا، أن السلف لم يكونوا يطبلون لسلاطين، ولم يكونون يقدسونهم مثلكم، ولم يركنوا للذين ظلموا، ولم يكونوا يرون أن الإنكار العلني على السلطان حرام، ولم نجد قول واحد من السلف يحرم الإنكار العلني، بل بالعكس وجدناهم هم أنكروا علنا على السلطان والأمير في حضرته وفي غيبته، ورفضتم أنتم ذلك وقلتم نحن نأخذ من رسول الله فقط. سادسا، الآن وصلنا إلى عنقك وعلينا نحره، وإليك كبار علماء أهل السنة في إقرارهم أن ابن عباس أنكر على علي رضي الله على الجميع.
كتاب الصارم المسلول على شتم الرسول. المؤلف شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية النمنيري الحراني. المجلد الثاني الصفحة 800. وكما أنكر ابن عباس رضي الله عنهما تحريق الزنادقة وأخبر أن حدهم القتل. وأيضا في كتاب جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. المؤلف الحافظ ابن رجب الحنبلي زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، توفي سنة 795 هجرية، الصفحة 171. وصح عن علي أنه حرق المرتدين، وأنكر ذلك ابن عباس عليه. وفي كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي، المتوفى سنة 463 هجرية، الجزء الأول، الصفحة 916، الحديث رقم 1727. قال ابن عبد البر: وأنكر ابن عباس على أنه أحرق المرتدين بعد قتلهم. وأيضا في كتاب الفتح المبين بشرح الأربعين للإمام النووي، المؤلف الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعي، 909 إلى 974 هجرية، الصفحة 397. قال ابن حجر الهيثمي: وصح عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه حرق المرتدين، فأنكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عليه. وفي كتاب شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، المؤلف العلامة الشيخ أبي العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي، المتوفى سنة 1188 هجرية، الجزء الأول، الصفحة 578. وصح عن علي رضي الله عليه أنه حرق المرتدين، وانكر ذلك ابن عباس عليه. والله يكفينا فقط قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في إنكار ابن عباس رضي الله عنهما على أنه أنكر في غيبة علي رضي الله عنه، لكني أردت أن أذبحك ذبح المختنقة بكلام كبار علماء الحديث. الوجه الثالث أن الأصل في الحكام بل في عامة الناس أنهم لا يرضون بالإنكار عليهم علنا، فضلا أن يمدحوا فاعله. وقد جاء في رواية أبي داود لهذا الحديث في سننه: فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فقال: ويح ابن عباس. قال الإمام الخطابي في معالم السنن، وهو شرح لسنن أبي داود، في المجلد الثالث صفحة 92 و200، في تفسير معنى قوله ويح ابن عباس، قال: معناه المدح له والإعجاب. معناه المدح له والإعجاب، يعني هذه الكلمة ويح، قال معناها ويح ابن عباس معناه المدح له والإعجاب. ويؤيد هذا ما جاء في رواية الترمذي: فبلغ ذلك عليا فقال صدق ابن عباس. فدل هذا على أنه ليس إنكارا، وإلا لو كان إنكارا علنيا لا ما مدح ذلك المنكر عليه صاحبه، يمدحه ويعجب به. الآن وصلنا إلى الوريد: وعلي أن أحسن ذبحك، وقعت في شر أعمالك. فمن الذي وصفته بالبتر والتلاعب بالأدلة وأنت تقرأ حرف وتخفي الآخر؟ قرأت من كتاب الفتح الباري لشرح صحيح البخاري للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، الصفحة 214. وهنا قرأت ما ينفعك وما ينفع هواك، وأخفيت كلام ابن حجر العسقلاني من نفس الصفحة، وجأت بكلام يوافق هواك أن علي رضي الله عنه مدح ابن عباس ولم يغضب منه. وهذا عند تفسيرك لكلام علي رضي الله عنه: ويح أم ابن عباس. ومن خيانتك للعلم وللعامة لم تأتي بكل كلام أهل العلم، أخذت ما يمشي حسب هواك، وزعمت أن من يقول أن علي رضي الله عنه لم يرضى بما اعترض عليه أنه كلام باطل، فأنت تتهم كبار العلماء الذين قالوا بذلك. على أي حال غابت عنك الرواية التي قال فيها علي رضي الله عنه: ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات. وشرحها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الهنات هي ما يعاب على المرء من الأخطاء، فإذا علم علي رضي الله عنه أن ابن عباس عاب عليه خطأه فيحتمل أنه لم يرضى، وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، الصفحة 232. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الوجه الثاني أن هذا كذب على ابن عباس، والمتواتر عنه أنه كان يفضل عليه أبا بكر وعمر، وله معايبات يعيب بها عليا ويأخذ عليه في أشياء من أموره، حتى أنه لما حرق الزنادقة الذين ادعوا فيه الإلهية قال:
لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله، ولضربت أعناقهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري وغيره. ولما بلغ عليا ذلك قال: ويح ابن عباس. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن ابن عباس رضي الله عنهما كانت له معيبات يعيب بها على علي رضي الله عنه، وعلي بذاته يقر ذلك لابن عباس، فقال: ويح ابن أم الفضل إنه لغواص على الهنات، أي أنه لدقيق البحث عن العيوب والأخطاء، والفاهم في اللغة العربية يعرف ذلك. ففي قاموس المحيط لبطرس البستاني المجلد الثاني الصفحة 2127 وأنكر عليه فعله، عابه ونهاه. وفي موسوعة علوم اللغة العربية لدكتور إيميل بديع يعقوب الجزء الثالث الصفحة 414 وأنكر عليه فعله، عابه. والبعض الآخر قال أن ويح هي للمدح. ونذكر هنا كلام ابن القيم الجوزية وابن حجر العسقلاني الذي أخفيت كلامه وغيره من أكابر العلماء. نبدأ مع ابن حجر العسقلاني، وهذا هو استنباطك. وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد 12 صفحة 68 و200: قوله فبلغ ذلك ابن عباس لم أخف على اسم من بلغه، وابن عباس كان حينئذ أميرا على البصرة من قبل علي. انتبهوا إلى هذا الكلام، وابن عباس كان حينئذ أميرا على البصرة من قبل علي. وأنت أيها الخبيث قرأت من كتاب الفتح الباري لشرح صحيح البخاري للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني الصفحة 214، وهنا قرأت ما ينفعك وما ينفع هواك، وأخفيت كلام ابن حجر العسقلاني من نفس الصفحة، وجأت بكلام يوافق هواك أن علي رضي الله عنه مدح ابن عباس ولم يغضب منه، وهذا عند تفسيرك لكلام علي رضي الله عنه ويح ابن عباس. ومن خيانتك للعلم وللعامة لم تأتي بكل كلام أهل العلم، أخذت ما يمشي حسب هواك. فلماذا لم تقرأ الكلام المتبقي حول مسألة ويح ابن عباس؟ لماذا أخفيت كلام ابن حجر العسقلاني الذي كان بعد استنباطك ب7 أسطر فقط؟ لكن نحن سوف نبين الحق ونقرأ ما أخفيت عن الصعافقة الذين كنت تكذب عليهم وعن طالب الحق. قال كلام ابن حجر العسقلاني قوله من بدل دينه فاقتلوه. زاد إسماعيل بن علي في روايته فبلغ ذلك عليا فقال: ويح ابن عباس. كذا عند أبي داود وعند الدارقطني بحذف وهو محتمل أنه لم يرضى بما اعترض به، ورأى أن النهي للتنزيه كما تقدم بيان الاختلاف فيه. وسيأتي في الحديث الذي يليه مذهب معاذ في ذلك، وأن الإمام إذا رأى التغليظ بذلك فعله، وهذا بناء على تفسير ويح بأنها كلمة رحمة فتوجع له لكونه حمل النهي على ظاهره، فاعتقد التحريم مطلقا فأنكر، ويحتمل أن يكون قالها رضا بما قال، وأنه حفظ ما نسبه على أحد ما. قيل في تفسير ويح أنها تقال بمعنى المدح والتعجب كما حكاه في النهاية، وكأنه أخذه من قول الخليل: هي في موضع رأفة واستملاح كتقولك للصبي ويحه ما أحسنه حكاه الأزهر. وفي كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية الجزء 12 الصفحة 4 ويح ابن عباس. وفي بعض النسخ ابن عباس بزيادة لفظ وفي نسخة ابن عباس بزيادة لفظ بين لفظ ابن وعباس، والظاهر أنه سهو من الكاتب. قال الحافظ في الفتح: زاد إسماعيل بن علي في روايته فبلغ ذلك عليا فقال ويح ابن عباس. كذا عند أبي داود وعند الدارقطني بحذف وهو محتمل أنه لم يرض بما اعترض به، ورأى أن النهي للتنزيه، وهذا بناء على تفسير ويح بأنها كلمة رحمة فتوجع له لكونه حمل النهي على ظاهره، فاعتقد التحريم مطلقا فأنكر، ويحتمل أن يكون قالها رضا بما قال، وأنه حفظ ما نسبه بناء على أحد ما. قيل في تفسير ويح إنها تقال بمعنى المدح والتعجب كما حكاه في النهاية، وكأنه أخذه من قول الخليل: هي في موضع رأفة واستملاح كقولك للصبي ويحه ما أحسنه انتهى. وقال القاري: وأكثر أهل العلم على أن هذا القول ورد مورد المدح والإعجاب بقوله، وينصره ما جاء في رواية أخرى عن شرح السنة فبلغ ذلك عليا فقال صدق ابن عباس انتهى. وقال الخطابي: لفظه لفظ الدعاء عليه ومعناه المدح له والإعجاب بقوله، وهذا كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بصير: ويل أمه مسعر حرب انتهى. فأنظر إلى العالم ابن القيم جاء بقول ابن حجر العسقلاني كاملا من دون بتر، وزاد عليه قول القاري والخطابي، وهذا هو العالم التقي الثقة
وليس خبيث مثلك يبتر ويقص ويخفي النصوص حسب هواه. والحقيقة أنني أردت أن أكشف تلاعبك وخبثك وكذبك. أما غباؤك الذي اشترطت به على علة الإنكار هو رضا علي أو غضبه من ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا حمق ولم أسمع به من أحد من العلماء. فهنا نطالبك بسلف قال مثل الذي قلت. فحسب كلامك لو دخل رجل وأنكر على السلطان فعلينا أن ننظر إلى حالة السلطان، إذا غضب فنقول أنه إنكار، وإذا لم يغضب نقول أنه مدح، حتى وأن سمعنا نهي عن منكرات. ولا أشك أنك لم تقرأ كلام ابن حجر العسقلاني على الذين يسمعون لك بسبب أنه قال أن ابن عباس أنكر، وهذا هو التلاعب بالدين والتحريف حسب أهواء أهل الباطل والبدع. الوجه الرابع أن كلام ابن عباس رضي الله عنهما يدخل في باب المشاورة لا الإنكار، بمعنى أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أشار على علي أميره وموليه الذي ولاه البصرة، أشار عليه بما ذكره من أن الواجب والأولى هو قتلهم لا إحراقهم بالنار. ومن أجل ذلك فإنه مما ترجم به الإمام البخاري لهذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه. ومن المعلوم أن فقه البخاري في تراجمه مما ترجم به الإمام البخاري في صحيحه لهذا الحديث باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، يعني وقوله تعالى وشاورهم في الأمر. الآن أسقطت نفسك في كل المكائد والفخاخ التي نصبتها لأهل السنة. قلت أن كلام ابن عباس يدخل في باب المشاورة، وهنا نطالبك من أين أتيت بذلك الكلام ومن هو سلفك؟ أليس من قبل قلت أنت أن هذا أصل؟ وأتحداك أن تأتي بعالم واحد قال ما قلته من كذب، وما سيثبت أنك كذاب أشر هو كذبك على البخاري بقولك أن الحديث مدرج في باب وشاورهم في الأمر. فلنعرض كتاب صحيح البخاري ونكشف كذب هذا الخبيث. في كتاب صحيح البخاري المجلد 9 الصفحة 305 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، لا يوجد لحديث ابن عباس مع علي رضي الله على الجميع في هذه الصفحة وهذا الباب، ولا في الصفحة 306 ولا في 307، لكن الحديث موجود في الصفحة 43 كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، رقم الحديث 6929. فلماذا الكذب والخداع؟ فهل تبيع دينك من أجل هوى في نفسك وحبا في الانتصار على من هم أعلم وأتقى منك؟ وإليك شرح ابن عثيمين للحديث من الباب الذي ذكرناه آنفا. حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. نعم، قوله أتي بزنادقة، الزنادقة مختلف فيهم، ولكنهم عند الفقهاء هم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر خداعا ومكرا، هذا الزنديق. وقيل الزنديق لا مذكور عندكم بالشرح يا جماعة، لا تكتبون، موجود بالشرح. وقيل الزنديق هو الذي لا يقر بدينه مثل الشيوعي وشبهه. وقيل إن الزنديق هو الذي يعني يكون عنده ذكاء ومكر وتلاعب بالناس. وعلى كل حال الذي يظهر أن الزنديق هو الذي يتظاهر بالصلاح وليس بصالح، لكنه حقيقة أمره أنه ملحد. يقول أن فقال فأحرقهم، وكأنه رضي الله عنه أحرقهم لعظم جرمهم، لأن جرمهم عظيم ومكرهم كائد، فلذلك أحرقهم كما أحرق أبو بكر اللوطي لفحش فعله. فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم
قول لو كنت أنا لمحرقهم هذا يدل على أن له نوع ولاية حين قال هذه الكلمة، لأنه لو لم يكن له ولاية لم يكن للأمر بإحراقه إياهم أو عدمه فائدة، لكنه كان والٍ على البصرة لأمير المؤمنين عمر من ولاته على البصرة، يقول لو رفع لي هؤلاء ما أحرقتهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الإحراق بالنار، وعندي نسخة لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. أصبحنا نحتار، وهذا الزمن اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الحليم فيها خيرا. البارح فقط ارسل لي واحد صوتية تاع واحد من هذا ما نقولش ملبسين ولا مدلسين كما يقولوا عنا، نقول المحرفين. والله هذا تحريف لدين الله، يستدل بحديث أو أثر حبر هذه الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له نبي الهدى عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان ببركة دعاء النبي وبجهده وسعيه أعلم الصحابة رضي الله تعالى على صغر سن عبد الله بن عباس. أثر ابن عباس لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال هذا دليل على الإنكار العلني على ولي الأمر في غيبته. أسمع لهذه الجهالة ولهذا التضليل. ابن عباس رضي الله تعالى عنه اللي قال في الحديث الآخر، وهكذا أصحاب الأهواء، أصحاب الأهواء تطمس بصائرهم عن الحق، اللي قال للرجل ينصحه بعدم الإنكار على ولي أمره، قال إذا كنت لا بد فاعلا ففيما بينك وبينه. هذا صريح في الموضوع وفي المسألة، وذاك محتمل. هذا نقول محتمل في أقل التقديرات، جاء المحتمل وقال دليل على هذا، ولا يفرقون كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله جل وعلا بين إنكار المنكر وبين الإنكار على من وقع. هذا حديث رسول الله وعاه قلبه وسمع أمرا منكرا، وإن كان الذي وقع فيه من خيرة هذه الأمة الخليفة الراشد. الصحابة يخطئون ليسوا بمعصومين، ولكنهم لا يسكتون على باطل أبدا. سمع بهذا قال لو كنت أنا لقتلته. هذا ابن عباس قال لو كنت أنا لقتلته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ثم أشار وبين حق في هذه المسألة أنه لا يعذب بعذاب الله إلا هو، إلا الله تبارك وتعالى. التحريق عذاب الله جل وعلا، هذا لا يعذب به ببشر آخرين أبدا. علي رضي الله عنه بلغه هذا، ماذا قال رضي الله عنه؟ قال صدق عبد الله، صدق عبد الله وندم على فعلته وتاب إلى الله واستغفر. هذا التضليل من أمثال هؤلاء. ونحن دائما وأبدا يا إخوان نذكر بعضنا بأصوله. أي واحد، أي مدعي، أي متكلم يعني نصب نفسه ولا نصبوه جماعته وضعوه للناس، إذا تكلم في أي مسألة توجهه بمثل هذه. من سلفك في هذا؟ أنت لست إماما للمسلم، تنقل كلام الأئمة، تبين للناس ما قاله علماؤهم وأئمتهم وبالأمانة، ماشي بالتدليس بالتقطيع وما إلى ذلك من هذه الأفعال الشيطانية. تعمد إلى قول قائل وتقول قال كذا وحقيقة قوله خلاف، يعني من قبيل ويل للمصلين. هذه من القرآن الكريم، ولكن الوقف فيها عند هذا ممنوع،
لأن المعنى يتغير تماما. كذلك في تقطيع كلام العلماء وما إلى ذلك. صلى الله أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحب. وهذا الصعفوق هو من أكذب خلق الله، وهو كبيرهم الذي علمهم السحر، وله نصيب وحده لا شريك معه. والصعافقة قلوبهم متشابهة، يتكلمون من نفس الكتاب والقرطاس الذين كتبوه بأيديهم. قال هذا الصعفوق، حلف بقوله والله هذا تحريف لدين الله، قصده أن القائل بأن ابن عباس أنكر على علي رضي الله عن الجميع أنه محرف لدين الله. ومما سبق يصبح قصده أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية وابن حجر العسقلاني وابن رجب الحنبلي وابن عبد البر وابن عثيمين هم حرفوا دين الله بقول أن ابن عباس أنكر في غيبة علي رضي الله عنهم. ثم قال اسمع إلى هذه الجهالة، وهذا أيضا طعن في علماء أهل السنة. وقال أيضا لا يفرقون بين إنكار المنكر والإنكار عليه، يعني السلطان، وهذه قلدوا فيها سليمان الرحيلي في أحد الصوتيات. وهنا تعرف حجم عقول هؤلاء، وهم يزعمون أن السلطان لا ينكر عليه المنكر الذي فعله. وأيضا جاء بكلام لم يقله أحد من العلماء، أن ابن عباس أشار إلى علي ولم ينكر عليه، ثم رجع إلى القاعدة التي يدندن حولها الصعافقة ولا يلتزمون بها. من سلفك في هذا؟ أليس الأولى أن تذكروا أنتم سلفكم في شرحكم للحديث ومن قال بأن ابن عباس أشار ولم ينكر؟ هذا الصعفوق لن أطيل الرد عليه، وأكتفي برد شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الرافضة الذين يتشابهون الصعافقة معهم في كثير من الصفات، في الكتاب منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية. المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية، توفي 728 هجرية، المجلد الثالث الصفحة 195. والجواب أن الإحراق بالنار عن علي أشهر وأظهر منه عن أبي بكر، وأنه قد ثبت في الصحيح أن عليا أتى بقوم زنادقة من غلاة الشيعة فحرقهم بالنار، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم بالنار لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله ولضربت أعناقهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ ذلك عليا فقال ويح ابن أم الفضل ما أسقطه على الهنات، فعلي أحرق جماعة بالنار، فإن كان ما فعله أبو بكر منكرا ففعل علي أنكر منه، وإن كان فعل علي مما لا ينكر مثله على الأئمة فأبو بكر أولى أن لا ينكر عليه. وأكتفي هنا، والقادم إن شاء الله أثلج لصدور أهل السنة وأهل الحق، والحمد لله رب العالمين.